اهم ساعه في حياه العجل. مش معنى ان انت خلاص الام ولدت ولاده طبيعيه والحمد لله ان انت تريح وتدخل تنام على ما العجل يقدر يقف على رجليه. لا يا صديقي، انت كده بتغلط غلطه هتدفع ثمنها كتير. هنبدا نتكلم عن ازاي تتعامل مع العجل في اول ساعه من الولاده. السلام عليكم ورحمه الله. معاكم دكتور حماده عريضه، استشاري تغذيه الحيوان، وده فيديو جديد من سلسله ما تربيش وخلاص. مجرد ما الحيوانات تولد تبدا تتعامل مع العجول المولوده ازاي. اول ساعه اهم ساعه في حياه العجل. مش معنى ان انت خلاص الام ولدت ولاده طبيعيه والحمد لله ان انت تريح وتدخل تنام. لا، ده تعب ساعه هيريحك من مشاكل سنين. طيب بعض الناس يقول لك ايه، نخش نريح شويه على ما العجل على ما العجل يقدر يقف على رجليه. لا يا صديقي، انت كده بتغلط غلطه هتدفع ثمنها كتير. ليه؟ لان هنا انت هتتعامل مع العجل زي اول ما يولد. اول حاجه انت بتهيئ مكان لاستقبال العجل المولود. المكان ده لازم يكون نظيف، لازم يكون جاف، لازم يكون جيد التهويه، وتبدا تحط فيه فرشه كويسه تستقبل عليها العجل. ولازم ان الفرشه دي ما تكونش عباره عن قش كامل ولا اي حاجه العجل ممكن ان هو يلقطها وتبدا ان هي تعمل لك مشاكل في الجهاز الهضمي. هنتكلم عنها برضو بعد شويه. خلاص العجل اتولد بسلام، هبدا اول حاجه اتاكد من ان التنفس بتاعه طبيعي. طبعا لو في اي افرازات مخاطيه في الانف نبدا ان احنا نساعد العجل ان هو يخرجها. ممكن ان انت تبدا تدلك جسم العجل وتنشفه او تقدمه للام تنشفه. بعد كده تبدا ان انت تطهر الحبل السري وتبدا بقى فورا في اول ساعه تبدا تعمل ايه؟ ترضع العجل. ارضع العجل ازاي يا دكتور؟ ده لسه العجل مش قادر يقف على رجليه، ده حتى الام مش قابله العجل. لا، هنا لازم انت تبدا ترضع العجل. ابدا احلب الام لان السرسوب مهم جدا. اللبن هنا السرسوب اللي هو بيستمر عندك من 5 ل7 ايام بعد الولاده، اللي هو اصلا الافراز الطبيعي للغده الثدييه بتاع الام في الفتره ديت. وده بيكون ليه مميزات عاليه جدا، وبيكون البروتينات المناعيه فيه نسبتها عاليه جدا، وديت اللي بتشكل لك حائط الصد او جهاز الحمايه او جيش المناعه بتاع العجل خلال الفتره لغايه ما جهاز المناعه بتاعه يتطور. في بعض الابحاث بتقول لغايه 6 شهور بياخد مناعه مكتسبه من رضاعه السرسوب عشان البروتينات المناعه اللي موجوده في السرسوب. طيب ما انا كده يا دكتور هنرضعه بالليل او نرضعه ثاني يوم؟ لا، ده انت عندك معدل امتصاص الاجسام المناعيه ديتي من القناه الهضميه او من الامعاء بتاع العجل بيتناقص مع مرور الوقت. يعني ايه؟ يعني في اول ساعه الامتصاص بنسبه 100% او بمعدل 100%، يبدا يقل معاك خلال ال 24 ساعه لغايه 48 ساعه بيكون خلاص ما عادش بيتم الامتصاص، ما عادش الاجسام المناعيه ديتي او البروتينات المناعيه ما عادش بتمتص من جدار من جدار الامعاء. يبقى بالتالي انا لازم ان انا اهتم باول ساعه من حياه العجل، لازم ارضع العجل فيها. طيب العجل مش قادر يقف، احلب ورضع صناعي. طيب انا دلوقتي هرضع العجل قد ايه؟ العجل هنا المفترض ان انت اول ما يتولد توزنه وتعرف وزنه قد ايه. ليه يا دكتور؟ ده لسه صغير. طيب ما انا هعرف وزنه عشان هرضعه بناء على وزنه. هياخد 10% من وزنه، وليكن مثلا عندي عجل وزنه 40 كيلو، يبقى ده هياخد 4 كيلو في اليوم. طب 4 كيلو دول تقسمهم على قد ايه؟ يفضل في اول يومين من الولاده ان انت ترضع كل 6 ساعات عشان العجل يقدر ان هو يستفيد بالاجسام المناعيه اللي موجوده في السرسوب في الفتره الاولى من حياته. طيب هيستمر معانا بقى موضوع الرضاعه 10% ديتي طول فتره طول فتره الرضاعه، ولكن هنيجي بعد الاسبوع الاول، يعني في بدايه الاسبوع الثاني، ونبدا نعمل ايه؟ نبدا ان احنا نقدم العلف المركز بتاع العجل. علف مركز ده لسه صغير، لا، ما انت لازم تديله العلف المركز تحطه قدامه من بدايه الاسبوع الثاني في جردل نظيف او في اناء نظيف بعد وجبه الرضاعه يرضع، وبعد كده نبدا نحط له العلف المركز ونحط الميه. طب الميه هنا هو لسه اكل؟ ما هو عشان ياكل لازم يشرب. طب ما هو بيشرب لبن واللبن فيه ميه عاليه. لا، لازم تكون فاهم ان انت اللبن كسائل بيروح فين؟ على المعده الحقيقيه، اما العلف كصلب بيروح على الكرش، والكرش عندنا لسه ما اتطورش ومحتاج ميه عشان يتهضم. يبقى انت لو حطيت علف وما حطيتش ميه يبقى انت بتقول له ما تاكلش علف. قال له علف قدامك بس ما تاكلوش. ليه؟ لان هو محتاج ميه عشان يقدر ان هو يستهلك العلف ده او يهضم العلف ده. وليه بنقول علف مركز ما بنقولش خشن؟ ده لازم تبدا بالعلف المركز. ليه؟ لان العلف المركز ده ليه مواصفات، وهنقول المواصفات بتاعته ايه ووظيفته ايه في الفتره دي. العلف ده لازم يكون نسبه البروتين فيه عاليه،
ومصدر الطاقه فيه عالي، ويكون سهل الايه، سهل الهضم، والمواد اللي هي فيها مشاكل او مضادات للتغذيه المفترض ان هي ما بتتحطش في الايه، في العليقه. يعني ايه مثلا؟ يعني العلف البادئ بتاع العجول ده يفضل ان هو يكون 21% بروتين، وده طبعا يكون متركب من ذره ورده وصويا. دول افضل 3 مواد ممكن تعمل منهم علف بادئ، بالاضافه للايه، الاضافات الغذائيه. طيب انا مش هركب عندي وهجيب علف بادئ، يبقى بجيب علف بادئ من مصدر موثوق يكون فيه ايه، في المواد دي. طيب ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انت تحط في العلف البادئ بتاعك كزب بذره قطن. ليه؟ لان كزب بذره القطن معروف ان فيه ماده سامه اللي هي ماده الجوسي بول. الحيوان الرضيع ما يقدرش ان هو يتخلص منها او ما يقدرش ان هو يتحملها قبل ايه، قبل 6 شهور وتطور الجهاز المناعي، لان هي بتبقى لود على الكبد. يعني بالتالي لازم ما تتحطش في ايه، في العلف. يبقى انا كده هقدم له العلف المركز، هقدم الميه مع العلف المركز من بدايه الاسبوع الثاني. تستمر في الرضاعه وتستمر في تقديم العلف المركز. ممكن بعد الاسبوع السادس او الثامن ان انت تبدا تقدم العلف الخشن. طب العلف الخشن ادخل ايه يا دكتور؟ افضل حاجه ممكن تقدمها للعجول كعلف خشن الدريس. طيب اللي عنده برسيم وعايز ياكل برسيم، انا ما بفضلش ان انت تدي برسيم في الفتره دي او تدي اي علف اخضر في الفتره دي. يفضل ان هو يكون ايه، دريس. ما يفضلش ان انت تدخل ايه، برسيم. طيب هدي للعجل الدريس وهدي له علف مركز. افطم امتى؟ افطم امتى دي بقى بترجع لك وبترجع لمعدل نمو العجل. ما افطموش الا ما وزنه يتضاعف 3 مرات. يعني لو العجل مولود عند 40 يبقى لازم يعدي ال 100 كيلو، يعني من 2.5 ل 3 مرات. يبقى بالتالي يبقى 100 كيلو فما فوق. تمام. فبالتالي هنا لما اوزن العجول اللي هي هتدخل عندي في التسمين، يفضل ان هي وزنها يتضاعف 3 مرات عشان تبدا ان انت ايه، تفطمها. طيب لازم العجل يكون بيتمتع بصحه كويسه، ولازم حاجه مهمه قوي ان العجل يكون بدا ان هو ياكل العلف بمعدل كيلو لكيلو وربع في اليوم. كيلو علف مركز في اليوم لمده 3 ايام. العجل منتظم وبياكل الكيلو بتاعه، يبقى هنا ممكن افطم العجل. تمام. غير كده ما يفضلش. طب هتقول لي طب ما في ناس بتعمل فطام مبكر. الفطام المبكر ليه مواصفات. لازم العجل يكون معدلات نموه كويسه، ويكون العجل بدا يستهلك كميه علف بدري. وممكن في ناس بتستخدم بديلات الالبان، وممكن نبقى نعمل لبديلات الالبان دي فيديو ان شاء الله نقول لك افضل البدائل ايه، وايه المواصفات اللي فيها، وازاي ان انت تستخدمها. تمام. لكن احنا دلوقتي رضاعه صناعيه بلبن طبيعي ده لغايه فتره الايه، فتره الفطام اللي هي العجل يستهلك 1 ل1.25 كيلو علف في اليوم، ويكون وزنه الضاعف من 2.5 ل 3 مرات من وزن الايه، من وزن الميلاد. وبكده نكون وصلنا لان احنا بقى عندنا عجل هيتفطم بصحه جيده ووزن كويس ومعدلات نمو ايه، كويس. تمام. لو وصلت معانا لنهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا عشان نقدر نستمر بسبسكرايب وشير وكومنت، وما تنساش المتابعه على صفحتنا على الفيسبوك، وما تنساش ما تربيش وخلاص.